بطولة الغرائب والعجائب، توقعاتنا كلها قبل البطولة سقطت. وهنا متعة وسحر وإثارة وجنون الماما أفريكا. هنتكلم عن مفاجآت البطولة ونحلل سريعا مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات. في الجزء الثاني من الحلقة هنقول مين هو أفضل منتخب في دور المجموعات، وأفضل مباراة، وأفضل لاعب، وأفضل 5 أهداف في دور المجموعات. لو انت اول مره تتفرج عليا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وهسيب لك لينك الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، تابعني هناك. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. قد أسدل الستار على دور المجموعات من كأس أفريقيا، وكانت الجولة الثالثة هي مسك الختام وأفضل نهاية لدور المجموعات. يا جماعة احنا قدام نسخة بتغير الخريطة الكروية في أفريقيا. موازين القوة في القارة بالتأكيد هتتغير بعد البطولة دي. بعض المنتخبات أظهرت نفسها بقوة على ساحة المنتخبات العملاقة، والبعض الآخر من كبار القوم ظهروا بصورة شاحبة، وأصبح يلزم الأمر إحلال وتجديد عشان يرجعوا تاني بقوة لواجهة أفريقيا. ولو هنتكلم عن المنتخبات اللي أظهرت نفسها بقوة في البطولة دي، فبالتأكيد منتخب غينيا الاستوائية القابع في المجموعة الأولى لازم يكون في البداية. المنتخب اللي ذل وأهان صاحب الأرض ومنظم البطولة منتخب الكوت ديفوار، وضربوا ب4 أهداف قاتلة كادت أن تخرج الإيفواريين من البطولة، لولا انتصار منتخب المغرب على زامبيا اللي أبقى حظوظ الإيفواريين قائمة وأهل الفيلة كأفضل ثالث في مجموعته. يعني لازم تشكروا إخواتنا في المغرب. خيبة أمل كبيرة جدا عاشها الجمهور الإيفواري، وعلى رأسهم الأيقونة ديدييه دروجبا اللي كان بيتابع المباراة من المدرجات. وعلى الجانب الآخر من المجموعة والمتوقع نيجيريا تفوز على غينيا بيساو بهدف عكسي سجله مدافع غينيا بيساو اوبا سانغانتي في مرماه. فوز النسور وضعهم في المركز الثاني ب7 نقاط وبفرق الاهداف عن غينيا الاستوائيه المتصدر، ويجي في المركز الثالث المنتخب الايفواري ب3 نقاط، ومنتخب غينيا بيساو خارج البطوله ب0 من النقاط. وفي المجموعه الثانيه منتخب مصر يؤكد ان التعادل والتوازن هو الطريق الى الرضا والسعاده. 3 تعادلات بنفس النتيجه. البرتغال فكره والفكره لا تموت، وباذن الله هناخد اليورو، قصدي هناخد كاس افريقيا. طيب اتكلمنا وحللنا فيديو قبل كده مباراه مصر والرأس الاخضر، واللي ما شافش الفيديو هسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن. وكنا اتكلمنا عن قرار صلاح الخاطئ، وانتقدنا تصرف طارق القائد لمعسكر المنتخب والعوده لانجلترا للعلاج. وخلينا اضيف واقول ان مفيش اي حد يقدر يشكك في وطنيه وانتماء اي حد، خصوصا ان صلاح قدم الكثير للمنتخب، ولكن الايام القريبه هي اللي هتوضح للناس بس قوه الاصابه وحيثيات الموضوع، وهل القرار كان صحيح ومقتصر بس للسفر للعلاج ولا لا. منتخب مصر هيفتقد ايضا لمحمد الشناوي بعد اصابته بخلع في الكتف في ماتش الراس الاخضر. الاصابه اللي على اثرها هتبعد الشناوي عن الملاعب فتره مش قصيره، وبالتنسيق مع اداره النادي الاهلي غادر الشناوي معسكر المنتخب متجها لالمانيا للعلاج. ويجي واحد يقول لك ما الشناوي اهو خلع وساب المعسكر، اشمعنى ما اتكلمتوش عليه زي ما اتكلمتوا وهاجمتوا صلاح؟ اقول لك يا بيه يا سيد الفاضل، وانت هتجيب شد في الخلفيه بياخد له اسبوع او 10 ايام وبعدها ممكن يكمل البطوله لو المنتخب كمل، زي خلع في الكتف محتاج تدخل جراحي وهياخد له بتاع 3-4 شهور؟ كان لازم الشناوي يغادر لانه محتاج تدخل جراحي. على كل حال، وللاسف الاصابات بتضرب منتخب مصر، واخرهم كان امام عاشور القطعه الذهبيه لخط نص منتخب مصر، وفي احتماليه لغيابه عن مباراه الكونغو في دور ال16 بعد ما اخذ خبطه في التدريبات في دماغه عملت له ارتجاج في المخ، واعتقد انه هيبقى من الصعب انه يلحق ماتش الكونغو. سلامات يا امام، وسلامات يا شناوي، وسلامات يا صلاح، وباذن الله ترجعوا لنا قريب وفي افضل حال. طيب بعد التعادل مع الراس الاخضر ومنحتنا رجاله موزمبيق البواسل قبله الحياه وتعادلت مع غانا وخرجتها من البطوله عشان تتصدر الراس الاخضر المجموعه ب7 نقاط، يليها المنتخب المصري ب3 نقاط، ثم منتخب غانا تودع بنقطتين خارج البطوله، ويجي حبايب قلبي وللاسف المنتخب الموزمبيقي في المركز الرابع. هتوحشينا يا موزمبيق. وفي المجموعه الثالثه منتخب السنغال الزرازير، اقوى هجوم في البطوله. ايه يعني ايه اقوى هجوم في البطوله؟ واقوى دفاع في البطوله. طب على فكره بقى المغرب متساويه معاها كاقل منتخب دخل فيه جون واحد، بس السنغال مرعبه يا جماعه، والله العظيم مرعبه. منتخب مرعب، خط هجوم ناري ب8 اهداف، هو الاقوى في البطوله. على غينيا بهدفين عبد الله سيك وإلمان نينداي، ودول كانوا اخر ضحاياهم، ويا عالم باللي جاي.
وفي واحده من اجمل مباريات دور المجموعات واكثرها اثاره، الكاميرون وبشق الانفس تفوز على جامبيا ب3 اهداف لهدفين. ابتدى اللقاء وفرانك ماجري قرر انه يختبر فوقان حارس جامبيا اللي انقذ فرصه هدف محقق للكاميرون في اول 5 دقائق، وبعدها وعينك ما تشوف الا النور المنتخب الجامبي يكشر عن انيابه، وفرص متتاليه على اندوا حارس منتخب الكاميرون اللي نجح في المحافظه على نظافه شباكه والخروج بنتيجه التعادل قبل نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني ودش بارد من سونج لاعيبته اللي دخلوا بهجوم شرس على المرمى الجنبي، وكره في العارضه من نكودو تبعها هدف اول مستحق للكاميرون بتوقيع توكو إيكامبي. المنتخب الجنبي ما كانش عنده اي حاجه يبكي عليها، كثف هجومه وفي الدقيقه 71 قدر ان هو يدرك التعادل بهدف جميل اللي جاله. رد الفعل الكاميروني لم يتاخر، اختراق من ناحيه اليمين وكره في العارضه من إيكامبي، رد عليها جاله بتسديده قويه كادت ان تحدث المفاجاه اللي حصلت بالفعل في الدقيقه 84 وهدف من اجمل اهداف الجوله للبديل كولي عشان يتقدم المنتخب الجنبي في الدقيقه 84 بنتيجه 2-1، وده معناه صعود جامبيا افضل توالت وباي باي للكاميرون. وهنا اثاره الدقائق الاخيره وينتفض الاسد الكاميروني، وبعدها بدقيقتين بس يحرز جوميز هدف التعادل بالخطا في مرماه بعد عرضيه ارضيه كاميرونيه ويحطها جوميز احسن من اي مهاجم عشان تتعادل الكاميرون ويولع اللقاء اكتر واكتر. ثم وبنسخه كربونيه من هدف راموس في نهائي العاشره قدام اتلتيكو مدريد يضع كريستوفر ووو الكاميرون في دور ال16 بعد ولاده متعثره وبشق الانفس، ومباراه في قمه الاثاره والروعه. وعشان يبقى ترتيب المجموعه السنغال في الصداره ب9 نقاط، يليها المنتخب الكاميروني ب4 نقاط وغينيا في المركز الثالث، ثم المنتخب الجنبي خارج البطوله وبعد اداء عظيم في اخر مباراه. وفي المجموعه الرابعه وهات لي واحد في افريقيا كان يتوقع الترتيب ده بعد نهايه دور المجموعات، مفيش ولا واحد. يمكن الترتيب يبقى منطقي شويه لو شلت انجولا وحطيت الجزائر. خيبه امل ومشاكل داخليه كتيره داخل المنتخب الجزائري من قبل البطوله وعدم استدعاء سعيد بالرحمه. المنتخب الجزائري افتقد الروح اللي بتميزه، محرز ما قدمش اي حاجه مقارنه ببغداد ونوعا ما البلايلي، تفكك رهيب للفريق داخل الملعب. في النهايه يحسب لجمال بالماضي النجمه الثانيه اللي جابها للجزائر واللي عمله، ولكن حان موعد التجديد وبناء فريق جديد يرجع هيبه المنتخب الجزائري اللي افتقدها في البطوله دي. ونيجي بقى للمنتخب الموريتاني اللي لاعبته حرفيا قدموا دروس في التفاني والإخلاص داخل الملعب، قدموا مستوى مميز في أول لقاءين ولكن كان عندهم سوء توفيق، ولكن ده اتعوض في اللقاء الثالث أمام الجزائر بروحهم ومستواهم المميز، وعلى رأسهم حارس المرمى بابكر نياس اللي قدم مباراة للتاريخ وقاد منتخب بلاده لتأهل تاريخي لدور ال16 لأول مرة في تاريخ منتخب موريتانيا. ألف مبروك للمنتخب الموريتاني التأهل لدور ال16 بعد فوز مستحق على منتخب الجزائر، وكل التوفيق امام الرأس الاخضر في دور ال16. وعلى الجانب الاخر انجولا وفي مفاجأة ايضا فازت بهدفين مقابل لا شيء على بوركينا فاسو وضربت بكل التوقعات عرض الحائط. في المجموعة الخامسة والمفاجآت مستمرة ومنتخب عربي اخر خيب املنا، وهو المنتخب التونسي اللي تعادل مع منتخب جنوب افريقيا وللأسف خرج من البطولة من الباب الصغير. غياب حنا بعل، وهل تونس بتقف على لاعب؟ تونس بتاريخها الكبير في أفريقيا وفي كؤوس العالم اعتقد بل من المؤكد انها ما بتقفش على لاعب، لكن المنتخب ظهر بصوره سيئه جدا خصوصا على المستوى الهجومي. الفريق سجل جون واحد في 3 ماتشات، اختيارات جلال قدري وحلوله في الملعب كانت ضعيفه جدا. اتمنى عوده نسور قرطاج للمسار الصحيح ومصالحه الانصار، وان شاء الله تكون المصالحه دي في تصفيات كاس العالم. والكلام هنا لاتحاد الكره التونسي، عندك من الوقت الكافي للتجهيز والاعداد لده. في نفس المجموعه مالي ايضا اتعادلت سلبيا مع ناميبيا وحافظت على صداره المجموعه ب5 نقاط، ثم جنوب افريقيا في المركز الثاني ب4 نقاط، ثم منتخب ناميبيا اللي تاهل كافضل توالت برصيد 4 نقاط برضه، والمنتخب التونسي بكل اسف يودع البطوله. وفي المجموعه السادسه المنتخب المغربي رافع رؤوس العرب ومطور رقبتنا بفوز على المنتخب الزامبي بنتيجه 1-0 احرزه حكيم زياش اللي خرج بين الشوطين وقلق كل الجماهير المغربيه بعد اصابه تعرض لها على مستوى الكاحل. وعلى الفور الجهاز الاداري للمنتخب المغربي قرر ان هو ينقل حكيم زياش بطياره خاصه لابيجان للاطمئنان عليه واجراء بعض الفحوصات الطبيه، وباذن الله يكون جاهز لموقعة جنوب افريقيا في دور ال16. اما في المباراه الثانيه فتعادلت الكونغو مع تنزانيا سلبيا، وبكده تنهي المغرب دور المجموعات في الصداره برصيد 7 نقط، خلفها الكونغو اللي هتجيلنا في دور ال16 برصيد 4 نقاط، ثم في المركز الثالث والرابع بقى زامبيا وتنزانيا على الترتيب والاثنين خارج البطوله. وبكده يبقى عندنا 16 منتخب متاهل لدور ال16، مواجهات مصيريه انتهت لعبه النقط خلاص، اللي يخسر يروح. وتعالوا دلوقتي نقيم ونختار افضل مباراه في دور المجموعات. بصراحه وبالنسبه لي هتنحصر بين مباراتين، مباراه الكاميرون
وجامبيا اللي انتهت ب 3-2 لصالح الكاميرون، ومباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني اللي فاز فيها المنتخب الموريتاني 1-0. ماتشين في قمة الإثارة والمتعة لحد آخر ثواني. هحاول أجنب العاطفة وأمشي مع الواقع والمنطق، والواقع والمنطق بيقول إن مباراة فيها 5 أهداف لحد اللحظات الأخيرة أكيد كانت مثيرة جدا وتستحق إنها تكون أفضل مباراة في دور المجموعات، وهنا بتكلم عن مباراة الكاميرون وجامبيا. طيب نيجي لافضل منتخب في دور المجموعات، بكل تاكيد هو المنتخب السنغالي، العلامه الكامله يا ناس، واقوى خط هجوم في دور المجموعات برصيد 8 اهداف، واقوى خط دفاع بالتساوي مع منتخب المغرب بجون واحد بس، استقبلوا جون واحد بس. طيب خلصنا افضل منتخب، نيجي لافضل لاعب في دور المجموعات، وفي رايي هو صاحب ال 34 عام، طوله 1.82 سم، لاعب نادي ابول القبرصي ومهاجم منتخب غينيا الاستوائيه، وهو ايميليو نيسو، هداف البطوله الى الان برصيد 5 اهداف، استحق ان يكون افضل لاعب في دور المجموعات. وتعالوا بقى نختم باجمل 5 اهداف في دور المجموعات. في المركز الخامس هدف ابو بكر كوياتي لاعب منتخب موريتانيا في مرمى المنتخب الانجولي، مراوغه وتسديده قويه ممتازه على يمين حارس منتخب انجولا. في المركز الرابع هدف بيبي لاعب منتخب الراس الاخضر وتسديده من مسافه اكتر من 35 يارده يا جماعه، شومه تسكن شباك حارس مرمى منتخب موزمبيق. في المركز الثالث وفي نفس المباراة جون ستيفن موريرا لاعب منتخب الرأس الأخضر في مرمى موزمبيق، جون جميل جدا، قذيفة على يمين حارس مرمى منتخب موزمبيق وهاتها من الشبكة يا نجم. وفي المركز الثاني هدف لاعبنا المقاتل لاعب نادي نانت الفرنسي ومهاجم منتخب مصر مصطفى محمد اللي سجله في مرمى الرأس الأخضر. أما في المركز الأول واللي استحق يكون هدف دور المجموعات هو هدف لامين كامارا لاعب منتخب السنغال في مرمى منتخب جامبيا، وفي رأيي هو الهدف الأجمل في دور المجموعات. اكتب لي انت في الكومنتات مين هو أفضل منتخب في دور المجموعات، ومين أفضل لاعب، وإيه أفضل مباراة، وأفضل 5 أهداف في دور المجموعات. لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد، ولينك الانستجرام والفيسبوك والتيك توك هسيبهولك في الديسكريبشن، اعمل لي فولو هناك. سلام عليكم.